المسلسل هو سبين اوف. اسقاطات على بريكنج باد، مسلسل قوي، جاس فرينج ومايك، البيلد اب، شخصية سول. يلا يا أستاذ، مرافعتك هتبدأ. اوكي جاي اهو. اتس شو تايم فوكس. محكمة. مساء الخير يا أساتذة، انده على القضية الأولى. مسلسل بيتر كول سول المكون من 6 مواسم بمجموع 63 حلقة. الدفاع يتفضل. يا مساء الجمال يا سيادة القاضي، ويا مساء الجمال يا حبيبي. خلينا نخش في الموضوع على طول. النهارده جايين نتكلم على مسلسل بيتر كول سول، وهو المسلسل المشتق او السبين اوف من مسلسل بريكنج باد، واحد من اعظم المسلسلات الدراميه في تاريخ التلفزيون. بس ايرونيكلي مسلسل بيتر كول سول مش هيخش في قصه سول جودمان على طول اللي احنا نعرفها. يعني مش هنشوف في اول مسلسل المحامي الناجح المشهور اللي بنى امبراطوريته الكبيره، ولا هنشوف مكتبه الريماركابل اللي احنا نعرفه من بريكنج باد. مسلسل بيتر كول سول هيبدا معانا من الاول خالص مع جيمي ميجيل، وده الاسم الحقيقي لسول جودمان. وهنبدا معاه من الاول خالص بمعنى ان احنا هنشوف جيمي وهو لسه صغير ولا يملك شيء، مجرد محامي فاشل بيحاول ينجح عشان يخلي اخوه تشارلز ميجيل او تشاك فخور بيه. ومع تتابع احداث المسلسل هنشوف بقى التطور لكل الشخصيات اللي موجوده في المسلسل، بس هنكتشف بعد كده ان هو مش تطور حرفيا، وده اللي هنجيله كمان شويه. بغض النظر عن البيلد اب العظيم اللي كان ماشي برتم يخدم كل بلوتس القصة، لأن يعتبر كل شخصية في المسلسل ليها بلوت منفصل عن الشخصيات التانية، ولكن ما كانش فيه أعظم ولا أحلى من البيلد اب بتاع التايم لاين الأبيض وأسود. ويا حبيبي أخوك عشان تفهم الحتة دي، فمسلسل بيتر كول سول متقسم لاتنين تايم لاين. أول واحد وهو أحداث ما قبل بريكنج باد، ودي اللي هنعرف فيها قصة جيمي ميجيل لحد ما بقى سول جودمان. والتايم لاين التاني اللي هو التايم لاين اللي مشاهد بتتميز ان كلها معموله بالابيض والاسود، فدي احداث ما بعد بريكنج باد، او بمعنى اخر احداث ما بعد هروب سول زي ما شفنا في اخر مسلسل بريكنج باد. وليه بقول على البيلد اب بتاع قصه الابيض والاسود عبقريه؟ عشان الموضوع ده بيتمهد له من سيزون 1 من اول حلقه. يعني بيبقى مشهد في كل اول كام حلقه بنشوف فيه سول وهو شغال مدير لفرع سينابون، بس بنشوفه وهو بارانويد ومتوتر. والفكره ان انت مش هتفهم ايه اللي بيحصل ولا هتشوف الصورة كاملة وتوصل النقط ببعض غير في آخر 3 حلقات في آخر سيزون. فأنت بتتكلم في قصة قد تكون واحدة من أصغر القصص جوه المسلسل، ولكن أهميتها بتكمن إن فيها الكلوجر الحقيقي لقصة سول جودمان. والموضوع عبقري لأن بناء القصة دي استغرق 7 سنين كاملين. وليه الجزء ده اتعمل بالابيض والاسود؟ لان الجزء اللي كان بالالوان كان فيه جيمي او سول كان طموح وطماع للمال والشهره والمجد. اما احداث ما بعد بريكنج باد اللي معموله بالابيض والاسود، فاحنا بنشوف جيمي اللي غير اسمه لجين تاكافي، شخص ما عندوش اي طموح، مجرد شخص متواري عن الانظار، عارف ان هو هيتقبض عليه بس بيكذب نفسه مش اكتر. لان زي ما هنشوف في واحده من مشاهد الابيض والاسود لما اعلان سول جودمان اتعرض قدامه على اللاب، شفنا انعكاسه على النضاره ان الاعلان كان موجود بالالوان رغم ان المشهد كله ابيض واسود، ودي كانت اشاره لشخصيه جيمي الطماع الطموح. فبكده مسلسل سول جودمان هو عباره عن سبين اوف من بريكنج باد لانه مشتق منه، وهو عباره عن بريكوال لان في احداث بتحصل قبل بريكنج باد، وهو برضه عباره عن سيكوال لان في احداث بتحصل بعد بريكنج باد. انا لسه ما خلصتش كلام على التايم لاين الابيض واسود، هرجع له تاني، بس خلينا ناخد فاصل كده ونتكلم على حاجات تانية في المسلسل. خليني اقول لك يا حبيب اخوك ان في شخصيات كتير نعرفها من بريكنج باد ظهرت في بيتر كول سول، وطبعا كل شخصيه من دول بيكون ليها قصه مستقله ماشيه بالتوازي مع باقي القصص. في الاخر كل القصص دي بتتقابل بمرور الاحداث. فاحنا هنشوف مايك ونعرف اكتر عن قصته وتاريخه، وهنشوف ازاي مايك وجاس وسول اتقابلوا، وهنشوف هيكتور سلامانكا وهو لسه في صحته وقادر يمشي، وهنعرف هو ليه كان مشلول، وهنعرف حتى قصه الجرس بتاعه، وهنشوف واحد من افضل الشخصيات ككتابه وكتمثيل سواء في بريكنج باد او بيتر كول سول، وهو لالو سلامانكا. واللي ما اقدرش اقول عليه فيلن، لان في مسلسلات زي بريكنج باد وبيتر كول سول مفيش خير وشر، وده اللي هنجيله كمان شويه. بس كل اللي اقدر اقوله لك ان لالو سلامانكا كان واحد من افضل شخصيات المسلسل. وطبعا هنشوف عمي جاس فرينج، وهنعرف اكتر عن حياته وتاريخه، وهنعرف ايه دوافعه للانتقام اللي شفناه في بريكنج باد. وكمان هنشوف اللاب اللي كان بيطبخ فيه الميس في بريكنج باد، بس بقى ايام ما كان لسه على المحاره لسه ما اتعمل.
خلينا اطلع بره الموضوع شويه واقول لك رايي الشخصي في موضوع كده. انا شخصيا كنت بعتبر ان مسلسل بريكنج باد هو تاني احسن مسلسل في التاريخ بعد مسلسل ذا سوبرانوس. ولو ما تعرفش فذا سوبرانوس ده هو مسلسل درامي بيحكي عن المافيا، واللي براين كرانستون اللي هو ممثل شخصيه والتر وايت قال ان هو استلهم اتيتيود الشخصيه بتاعت والتر وايت من عم توني سوبرانو من مسلسل ذا سوبرانوس. بس بعد مشاهدتي المسلسل بيتر كول سول فمسلسل بريكنج باد تراجع للمركز الثالث، لان قطعا مسلسل بيتر كول سول هو اشمل واجمل واعظم من مسلسل بريكنج باد حتى لو بفروقات بسيطه. وهتعرف انا ليه كونت الراي ده على مدار الريفيو. خليني دلوقتي اقول لك ليه بشوف ان في مسلسل زي بريكنج باد وبيتر كول سول مفيش حاجه اسمها طيب وشرير او بطل وفيلن، لان ببساطه دي عبقريه الكتابه، ان حكمك ورؤيتك لشخصيات المسلسل هو راجع لشخصيتك انت. يعني سول جودمان او جيمي ميجيل هو بطل المسلسل وهو اللي عليه السبوت كله في المسلسل، فانت قطعا هتحبه، بس مش بالضروره انت هتتعاطف معاه وهتتبنى كل اللي هو بيعمله او هتشوفه صح، لان ده في الاول والاخر راجع لرؤيتك وشخصيتك انت. وهقول لك دلوقتي ازاي. احنا عندنا في المسلسل 4 شخصيات رئيسيين في عالم سول الشخصي، وهم سول جودمان او جيمي ميجيل وكيم ويكسلر وهاورد هاملين وتشارلز ميجيل او هنقول عليه تشاك. جيمي او سول هو بيمثل الطمع للمال والشهرة والمجد، شخص ممكن يعمل اي حاجة عشان يوصل لهدفه حتى لو بطرق خبيثة، واللي وصفه تشاك اخوه بان هو السليبنج جيمي، وترجمتها الحرفية جيمي المظفر، ولكن هي ما بتديش المعنى الحرفي، هي المقصود بيها شخص عايز يوصل لهدفه بأي طريقة. وهنا نوصل للشخص الثاني وهي كيم ويكسلر. كيم ويكسلر بتمثل الاعتدال والانحراف في نفس الوقت، يعني هي شخص بيمشي بالقانون وتابع الرولز ويمشي صح، بس احيانا ممكن تميل انها تعمل عملية نصب مع جيمي من باب انها تفصل من اللي بيحصل، بس كان عندها خطوط حمراء بتقدر توقف جيمي لما بيتمادى، بغض النظر عن اللي حصل في حوار هاورد هاملين. وده ياخدنا للشخص الثالث وهو هاورد هاملين. هاورد هاملين بيمثل الاعتدال والضحيه في نفس الوقت، فانت يا اما هتتعاطف مع هاورد هاملين في اللي هيعمله فيه جيمي وتشوف ان هو لا ده شخص يستحق كل اللي هيحصل فيه، او هتشوفه ان هو مجرد ضحيه ولا ده هنا جيمي هو اللي غلطان، وده يرجع لشخصيتك انت. وده ياخدنا للشخص الرابع وهو تشارلز ميجيل او تشاك اللي هو اخو جيمي. هو شخص بيمثل الاعتدال والاستقامه، شخص بيحب القوانين، بيحب يمشي على الرولز، شخص مستعد ان هو يزعل اخوه او يأذيه ولا انه يتغافل عن شيء غلط عمله اخوه، وكان بيحب اخوه وهو صغير. بس بغض النظر ان تشاك مغلف بكل الخير ده وحب القانون، الا ان كانت خطيئته الوحيده هي غيرته من اخوه. فده حكمك على شخصيه تشاك بيرجع ليك برضه. هل انت هتشوف ان تشاك كان بيعمل كل ده عشان احترامه وحبه للقانون وان هو مستحيل يكسره، ولا دي كانت دوافع ظاهريه بيدفعها غيرته من اخوه لان ابوه وامه كانوا بيحبوا اخوه اكتر منه؟ فشايف يا حبيب اخوك الشخصيات المعقده والخيوط المتشابكه دي انت ما تقدرش تتعاطف او تتبنى وجهه نظر حد فيهم الا لو انت كنت موافق شخصيته وافعاله فعلا. بعد ما خلصنا جزء عبقرية كتابة الشخصيات، خليني أكلمك على عبقرية البيلد اب أو البناء بقى، واللي من وجهة نظري مسلسل بيتر كول سول تخطى فيها مسلسل بريكنج باد بمراحل، وكان أذكى وأحلى بيلد اب لشخصية كان سول جودمان نفسه. ومن هنا خليني أخدك تور في شخصية جيمي. جيمي ما كانش سول جودمان في يوم وليلة، جيمي من وهو صغير وهو بيحب ينصب ويعمل عمليات احتيالية مع صاحبه مارك، فشخصية سول موجودة جوه جيمي من وهو صغير، بس هو قرر تركها عشان يخلي اخوه فخور بيه. بعد كده قرر يقاوم رغبته في الاحتيال، او بمعنى اخر بيقاوم شخصية سول عشان يخلي اخوه فخور بيه برضه. انما بداية ظهور شخصية سول الحقيقية كانت في جنازة ماركو لما جيمي اخد الخاتم بتاع ماركو ولبسه. بعد كده بتوالي الاحداث ابتدت شخصية سول تتحرر ويظهر تصرفاتها على جيمي اكتر، لحد ما اخيرا ظهرت للنور في الحلقة الاخيرة من الموسم الرابع لما جيمي قرر يزاول المحاماة تحت اسم سول جودمان. بس في الحقيقة ده ما كانش الظهور الرسمي لشخصية سول جودمان اللي احنا نعرفها. شخصية سول جودمان اللي احنا نعرفها ظهرت فعليا في الحلقة التاسعة من الموسم الأخير لما كيم ويكسلر سابته. عارف الحته دي هتبقى عياط.
وهنا خلينا اكلمك على واحدة من افضل شخصيات المسلسل ومن افضل الشخصيات النسائية اللي انا شفتها في اعمال فنية عموما، وهي كيم ويكسلر. وهخص بالذكر الحلقة التاسعة من السيزون الاخير لما علاقة كيم وجيمي وصلت لاعلى مراحلها، زي ما شفنا في مشهد لما مرات هاورد زنقت جيمي بالكلام، فكيم ويكسلر ابتدت تتكلم وحكت موقف كذب عشان تنقذ حبيبها جيمي. وهنا جيمي كان باصص لها ومش مصدق اللي بيحصل، رغم ان هو عارف ان هما البيرفكت كابل لبعض، بس ما كانش متخيل ان هما بيرفكت للدرجه دي. ولما نزلوا الجراج وبصيت له في عينه، هنا جيمي حس ان في حاجه غلط، ما كانش يعرف انها النهايه. ومن نهايه علاقتهم هنشوف بقى نسخه سول جودمان اللي احنا نعرفها من بريكنج باد في اخر الحلقه. اصل مين فينا حبيب اخوك ما عداش بالقصه دي، انك تقابل شخص تقول هو لا خلاص احنا بيرفكت لبعض، وتبقوا بيرفكت لبعض فعلا بطريقه ما كانتش تخطر على بال حد فيكوا تماما، وبعدين فجاه بوف كل ده بيختفي. فانا كنت قادر اريليت للمشهد ده، وكنت حاسس وفاهم اللي سول حاسس بيه فعلا. اكاد اجزم انها سمعت صوت تكسير، معرفش الصوت ده كان عند سول ولا عندي. فكلنا يعني عندنا نفس القصه الحزينه دي اللي بعد حدوثها بنطلع منها شخصيات مختلفه تماما. فبعد ما كيم ويكسلر سابت جيمي، احنا شفنا جيمي بقى اللي احنا نعرفه بامبراطوريته الكبيره وشخصيته العظيمه. انت فكرك يا حبيب اخوك شخصيه نرد افلام اللي بتكلمك دي بدات ازاي؟ ما هو من 8 سنين كنت عند نفس النقطه بتاعت سول، عشان كده قادر اريليت. بعد فاصل العياط ده حبيب اخوك امسح دموعك وخلينا نكمل الريفيو. نرجع بالكلام عن سول نفسه، لان سول ما كانتش مجرد شخصية جيمي، سول هو عبارة عن مبادئ. وده اللي بيبان في كلام هاورد هاملين لما قال لجيمي ان انت فعلا السليبنج جيمي زي ما كانت شاك على طول بيقول عليه. وده تم التأكيد عليه في مشهد ما اتعرضش في حلقة ذا باج مان لما كان مايك وسول تايهين في الصحراء. المشهد ده اتعرض بقى في اخر حلقتين لما سول سأل مايك لو هترجع بالزمن وتغير حاجة، فمايك اختار اختيار كان هيأثر على مستقبله واخلاقياته ومصير ابنه. سول اختار اختيار يجيب له فلوس اكتر وخلاص. فمايك وقتها استغرب، وتم التأكيد على الموضوع اكتر في مشهد اتعرض بين سول وولتر وايت لما كانوا موجودين في المخبأ اللي المفروض هيهربوا منه في اخر بريكنج باد. لما سول سأل وولتر ايه اكتر حاجة ندمت عليها في حياتك، وولتر اختار الشركة اللي هو سابها وانه ما كانش المفروض يفرط في مجهود عمره بالطريقة دي. اما سول فاختار ان هو ما يتزحلقش وهو عنده 20 سنة، فده اختيار تافه جدا. ولذلك وولتر وقتها قال له so you were always like this. وده يورينا ان سول ما كانش عبارة عن شورت كاتس او اختيارات سيئة للوصول لهدف معين، سول هو عبارة عن مبادئ. ايه يا حبيب اخوك، حيث ان احنا جبنا سيري بريكنج باد، فالحلقه ال11 من السيزون الاخير وهي بعنوان بريكنج باد هي واحده من اجمل واعظم حلقات المسلسل. وده مش عشان بس وولتر وايت وجيسي بينكمان ظهروا وهو اول ظهور ليهم في مسلسل بيتر كول سول، بس لان ظهورهم مش مقحم او محشور في القصه او محطوط كفان سيرفيس لارضاء محبين بريكنج باد، خلي بالك يا مارفل يعني. ده ظهورهم هو عباره عن اعاده تمثيل لمشهد الخطف اللي شفناه في بريكنج باد، بس المرة دي العبقرية في الموضوع ان احنا هنشوفه من وجهة نظر سول جودمان. وحلاوة الحلقة ما وقفتش لحد هنا، الباراليل ستوري تيلينج اللي كان بيحصل بالتنقل بين التايم لاين الابيض واسود والاحداث بتاع بريكنج باد كان عبقري. سلاسة الستوري تيلينج والتنقل بين التايم لاينز ما افتكرش انها حصلت في مسلسل تلفزيوني قبل كده اصلا. وخلينا زي ما احنا لسه في مسلسل بريكنج باد، ومسلسل بيتر كول سول كان فيه انعكاسات واسقاطات على مسلسل بريكنج باد. يعني كان فيه شخصيات هنا بتعكس شخصيات هنا زي إجناسيو او فارجا، واللي هو كان انعكاس لشخصية جيسي بينكمان، شخص اتورط مع ناس اكبر منه وفي حوار اكبر منه، وهو كل هدفه ان هو يحمي اهله مش اكتر. نفس الارك بتاع قصة جيسي بينكمان في فيلم الكامينو، وفيلم الكامينو هو فيلم مستقل بيحكي قصة جيسي بينكمان بعد أحداث بريكنج باد وهروبه ومحاولة حمايته لأهله. يمكن واحدة من أكتر الإسقاطات اللي عجبتني في المسلسل هي وقوف جاس فرينج على حمام السباحة بتاع دون إيلاديو وبصيته على المية من فوق، وده اللي بيعكس مشهد الانتقام الأيكونيك بتاعه من الكارتيل في مسلسل بريكنج باد. قبل ما نخش في اخر حاجه معانا في الريفيو، خليني كده حبيب اخوك اكلمك في شويه حاجات بسيطه. انا عارف ان الريفيو طولت بس اتمنى تكون انت مبسوط. يعني مسلسل بيتر كول سول هو مسلسل درامي من الطراز الاول على غرار مسلسل بريكنج باد. قد يكون هنا في بيتر كول سول الريتم اسرع شويه ولكنه يظل مسلسل درامي. فانت لو حسيت ان بريكنج باد مسلسل ممل فهتشوف ده ممل برضه. انا شخصيا ما حسيتش باي نوع من انواع الملل، والمسلسل بتاعنا بصريا هو حاجه عظيمه، حاجه جميله على المستوى البصري، سواء كان
المشاهد او الكادرات هي عباره عن انها بتعكس حاجه في الشخصيات، او انها عباره عن اسقاط. مفيش كادر في المسلسل هو كادر عادي او عبثي. يا راجل بقول لك قعدوا يبنوا في شخصيه 7 سنين. في الختام خلينا اكلمك على واحده من احلى حلقات المسلسل ان ما كانتش احلاهم، وهي الحلقه الاخيره في السيزون الاخير اللي بعنوان سول جان. فاكر يا حبيب اخوك من شويه لما قلت لك ان سول مش شخصيه جيمي، لا دي مبادئ؟ وفاكر برضه في اول حلقتنا لما قلت لك ان انا هرجع للتايم لاين الابيض واسود تاني؟ فشخصيه سول جودمان زي ما كان بدايه سقوطها هو تعرفه على شخص عنده كانسر اللي هو والتر وايت في احداث بريكنج باد، فبدايه سقوطه الاخير كان مع شخص عنده كانسر برضه اللي كان عايز ينصب عليه في البار. واسم الحلقه سول جان لان جان بتحمل معنيين، اول معنى ان سول مات خلاص، والمعنى التاني ان سول راح خلاص ومش هيرجع. وده اللي بنشوفه في مشهد المحكمه اللي هو المفروض مشهد الريديمشن بالنسبه لسول، وهو بيعترف بكل جرايمه، وبعدها بيبص لكيم عشان يتاكد انها سامحته لان هو لسه بيحبها. لان يا حبيب اخوك زي ما كيم كانت هي السبب الرئيسي في تحرر شخصيه سول جودمان لما سابته، فهي السبب الرئيسي لتطهير جيمي لنفسه من شخصيه سول. ومع نهايه الحلقه بنفتكر ان خلاص كده شخصيه سول ماتت ومش هنشوفها تاني. وبعد ما فكرنا ان شخصية سول خلاص مشيت او ماتت او انتهت او اختفت، فبنشوف بعد كده مشهد السجناء في الاتوبيس وحد منهم اتعرف على جيمي وقال له انت سول، وفضلوا يرددوا بصوت عالي جملته الشهيرة بيتر كول سول. ودي كانت إشارة إنه نصاب ومش شريف، بس هو كان نصير الناس اللي ملهمش حد يساعدهم، حتى لو هم كانوا مجرمين بس أبرياء في قضية معينة فما كانوش بيلاقوا حد يساعدهم غيره. وهنا تظهر لنا آخر معضلة أخلاقية، هل سول كان بيدافع عن الناس دي عشان الناس دي عندهم نفس الباك جراوند بتاعته وما لاقوش حد يساعدهم زيه، ولا كان بيعمل كل ده لأجل الفلوس والشهرة والمجد؟ إجابة الموضوع ده راجعة لشخصيتك ورؤيتك انت. وبس كده حبيب أخوك، جيمي بيكمل حياته جوه السجن بشخصية سول لأنها الشخصية المشهورة المحبوبة. وهنا نوصل للتقييم، وتقييمي لمسلسل بيتر كول سول هو 10 من 10، واحد من أفضل المسلسلات اللي أنا شفتها في حياتي. وشكرا سيادة القائد. بعد الاستماع للدفاع، حكمت المحكمة على مسلسل بيتر كول سول أنه مسلسل ينصح بمشاهدته، كونه واحد من أعلى المسلسلات تقييما ولحصوله على الكثير من الجوائز. رفعت الجلسة. محكمة. استنى حبيب اخوك، هو الفيديو خلص، انا مش جاي اقول لك اعمل لايك والحاجات دي، لا انا بس جاي اقول لك ان انا بقالي حبه ما عملتش فيديوهات نظرا لان حياتي ما كانتش احسن حاجه الفتره الاخيره، ولكن الريفيو دي واحده من احسن الريفيوهات اللي انا كتبتها في حياتي تقريبا. انا شخصيا استمتعت وانا بكتبها، اتمنى تكون انت كمان استمتعت بالحلقه. وبس كده، اشوفك على خير. بيتر كول نرد افلام. سلام عليكم. قفل يا